السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. من المنتظر أن يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم مباراة ودية جديدة خلال الفترة التي ستخصصها الفيفا للمنتخبات شهر يونيو المقبل. المعطيات التي توصلنا بها تفيد أن الجامعة الملكية تجري حاليا اتصالات مكثفة مع اتحادات كروية صديقة من أجل برمجة المباراة المنتظرة، والتي ستكون هذه المرة بشكل أكيد ضد أحد كبار المنتخبات الإفريقية، نزولا عند رغبة الناخب الوطني وليد الركراكي. ووفقا لمصادر فإن الركراكي طلب من القجع اختيار منتخب إفريقي من بين السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار أو غانا، شريطة أن يجري اللقاء على أرض الفريق الخصم وأمام جماهيره. ويريد الناخب الوطني أن يجعل من هذه المقابلة محكا حقيقيا للاعبيه حتى يستأنسوا بالأجواء والطقوس الإفريقية، خاصة وأن كأس إفريقيا التي تفصلنا عنها 8 أشهر فقط ستقام بالكوت ديفوار.